أبارك لك المنصب الجديد كنائب رئيس، وفي نفس الوقت هي تركة ثقيلة تركها الأمير نواف بن سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني أشكر الثقة الكريمة اللي أولاني إياها سمو رئيس المجلس الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ودعم رئيس هيئة أعضاء الشرف وبقية أعضاء الشرف الكرام الداعمين الفعليين لهذا النادي. مما لا شك فيه أنه أن أخلف مقعد الأخي الأمير نواف بن سعد يعتبر ذلك يعني إرثا ثقيلا، أن أخلف قامة خدمت نادي الهلال وقدمت الكثير لنادي الهلال. ولكن يعني عزائي في ذلك هو دعم وتقدير الأمير نواف بن سعد وتزكيته في جل وقته في الفترات الأخيرة لدعمي للترشح. وأسأل الله العلي القدير أن يمن على ابنته بالعافية والسلامة ويعود سليما معافا إلى أرض الوطن. ما في شك الأمير نواف بن سعد قدم الكثير للرياضة السعودية ولنادي الهلال على وجه التحديد، وله بصمة كبيرة من العمل، وهو سيبقى بجوارنا وإن ابتعد جسدا. نعم أبو فيصل. أبو فيصل، في تقريبا الأستاذ محمد الحميداني ظهر اسمك تقريبا في الفترة الأخيرة، كنت داعم لإدارة الأمير عبد الرحمن بن سعد. ظهور الأستاذ محمد في هذا الوقت واستقالة الأمير نواف بن سعد والتركة الثقيلة، في ناس يتساءلون يعني الأستاذ محمد فجأة ظهر، ليش الظهور في هذا الوقت بالذات؟ أولا أنا محب هلالي قديم. وجدت في الفترة الأخيرة أنه بإمكاني أن أقدم شيء لهذا النادي الذي أحبه. تزكية الأمير عبد الرحمن بن مساعد وسام على صدري في ترشيح العضوية المجلس، ثم أتى بعد ذلك الظروف اللي مر فيها أخي الأمير نواف بن سعد، ورشحت بدعم من سمو رئيس المجلس وبقية أعضاء الشرف لمنصب نائب الرئيس. في داخلي يعني هناك الكثير من الأجندة والملفات التي أستطيع أن أقدم بها عونا وإضافة للنادي الذي أحب، بمساعدة إخوتي أعضاء مجلس الإدارة. الآن في ظل شح الموارد المالية للأندية بشكل عام، الآن الأندية يعني غالبية الأندية لا تمتلك عقد استثماري كالذي يمتلك الهلال. السنة القادمة في عقود قادمة للهلال، أنت ستتولى هذا الملف، إيش آخر المستجدات في الملف الاستثمار الهلالي؟ ما أستطيع أن أعد به أنه سنوفر للنادي عقد رعاية كبير ومرضي، ويفوق حجم العقد الرعاية الحالي بمراحل، وسيكون إضافة ممتازة قادرة على تغطية مصاريف النادي خلال المواسم المقبلة بشكل يكفل قوة ودعم هذا الجانب. لا أستطيع أن أخوض في تفاصيل أكثر من ذلك، ولكن بمجمل عام قياسا يعني المقارنة ببقية الأندية الأخرى وشح وجود الرعاة، أستطيع أن أقول أننا مطمئنون جدا لهذا الجانب. يعني ما آلية الملف الاستثماري في النادي سيكون شركة واحدة كشركة موبايلي، أو سيكون عدة شركات؟ سيكون هناك عدة رعاة للنادي في مجملهم العام. سيكون هناك قيمة إجمالية مضافة وكبيرة، وقد تكون قياسية بحجم الأندية السعودية. نعم، يعني المشجع الهلالي من هذه الناحية يطمئن بأمر الله، يطمئن. كما سمعت أنه أنت مهتم بشأن قناة الزعيم، هل الكلام هذا صحيح فعلا؟ أنا استعرضت يعني محبة مني بالتواصل مع أحبتي من الجمهور الهلالي على استجلاء آرائهم
اللي يتطلعوا لها لوجود قناة الزعيم رغبة يعني رغبة شخصية أولا، ورغبة كسياسة من إدارة النادي أن يكون هناك قناة تمثل نادي بحجم نادي الهلال دون التدخل قدر الإمكان المباشر في محتوى هذه القناة. استعرضنا الكثير من الأفكار في هذا الشأن. قناة الزعيم سترى النور قريبا بأمر الله. يوجد لدينا مفاضلة لأكثر من عرض. الآلية والمنهجية التي يعني ستنتهجها هذه القناة نملك خطوطها العريضة حاليا. ما أستطيع أن أعد به أنها بأمر الله سترى النور قريبا، وسنتعاون على إنجاحها جميعا. يعني بدأ الاستعداد في ممكن إطلاق قناة الزعيم؟ الخطوات الفعلية لظهور القناة ابتدأ فعلا، والمسألة تحتاج إلى يعني عمر زمني ليس بالطويل، قد يكون شهور قليلة جدا. جميل. حتى ترى هذه القناة الظهور بشكل مباشر. استاد الهلال، سمعنا أيضا أنك مهتم بشأن أنك إنشاء استاد خاص لنادي الهلال. استاد نادي الهلال يعني هو طرح قديم. نعم. يعني هو حلم لإدارات سابقة قبل أن تأتي الإدارة الحالية. الفكرة مميزة جدا، وهناك يعني بعد يحتاج أن يدرس جيدا، لأنها تحتاج رصد مالي لكي تتوافق يعني حجم هذه المصاريف عن حجم الإيرادات القادمة. متى وجدنا الآلية المناسبة لتمويل هذا المشروع سنشرع به فورا. يعني ممكن أن نشاهد استاد خاص بنادي الهلال؟ هذا حلم لنا جميعا. سنبذل قصارى جهدنا أن نوجد آلية مناسبة لتمويل هذا المشروع المهم والحيوي، ولماذا لا يرى النور. في من الجمهور الهلالي مهتم يعني بشأن صفقات في الفترة الشتوية قادمة قريبة. فيه هناك لاعبين يعني ترددت في الأوساط الرياضية وفي الإعلام أنه الهلال ممكن يدخل في مفاوضات مع اللاعب سعود كريري، مع أسامة المولد، رادوي، ممكن عودة رادوي من الإمارات. أنت لك أو حسب ما أعلم خلف هذا الموضوع، إيش تقول الجمهور الهلالي؟ الجمهور الهلالي الحديث في هذا الشأن يعني واضح كنهج إداري خلال هذا العام بعد تولي مقاليد التدريب الفني للكابتن سامي الجابر. نحن نتطلع لاحتياج الفريق حسب رؤية المدير الفني للفريق الكابتن سامي. أي لاعب محلي يدخل في فترة ال6 أشهر وهو محل نظر واحتياج من قبل المدير الفني للفريق سامي الجابر، نحن سنفاوض هذا اللاعب. بالنسبة لبعض الأسماء تحديدا الغير محلية مثل عودة رادوي تحديدا، أعتقد أنه هذا الملف حاليا ليس قيد الدراسة. مستبعد تماما. أرجع وأكرر أنه مربوط يعني حسب قرار المدير الفني للفريق. طيب أي لاعب محلي، اللاعبين المحليين، أنت أطلقت تصريح الآن كأن يعني في تحدي قوي أنه أي لاعب يحتاج الهلال بندخل، إذا كان في احتياج المدير الفني لسامي الجابر بندخل بقوة. ليس تحدي قوي، هو احتياج والأنظمة تسمح بهذا. إذا كان اللاعب خلال فترة ال6 أشهر يحق لنا أن نفاوضه بشكل مباشر وهو محل رغبة ونتطلع إلى أنه يمثل إضافة لهوية الفريق سنفاوضه فورا. بصراحة كيف شفت ردة فعل الجمهور الهلالي؟ أعلنت عبر صفحتك الشخصية في تويتر، لما أعلنت كيف شفت ردة فعل الجمهور الهلالي؟ كيف شفت الأصداء؟ بأمانة يعني شهادتي مجروحة في هذا الجمهور العريض الكبير المحب، لأني أحسب نفسي أولا وآخرا أنا فرد من هذا الجمهور الكريم. كل ما من غير مزايدة، كل ما نبذله من عمل ومن رغبة في تحقيق نتائج هو في النهاية يصب لرضا ومحبة هذا الجمهور. وفي هذا الشأن تحديدا أعاهد الله
يعني أولا، ثم أعاهد هذا الجمهور الكريم أن نبذل مجتمعين في هذه الإدارة قصارى الجهد من أجل إرضاء وإسعاد هذا الجمهور. أقول بعض الجماهير الهلالية لهم تحفظ على المركز الإعلامي لنادي الهلال، ممكن طريقة العمل أو التصاريح أو ما إلى ذلك. ايش رايك بهذا الموضوع؟ أنا أحترم وجود هذا التحفظ لدى البعض تجاه المركز الإعلامي للنادي، ولا أريد أن أوضع في موضع من يدافع عن المركز الإعلامي في نادي الهلال، ولكن لديه مهام واضحة ومحددة من قبل الإدارة كسياسة إعلامية، وهو ينهجها حاليا بأداء رائع، ولا أستطيع أن أبخس القائمين عليه حقهم فيما يبذلوه من جهد. هناك فرق أتمنى أن يعيه جمهورنا الهلال المحب، هناك فرق بين أن تدير دفة إعلامية وتستطيع أن تتحدث بلسان مسؤول، وبين من يستطيع يعني أن يمارس بعض الردود المطلوبة بعيد عن الهوية الرسمية. نعم. أخيرا، الجمهور الهلالي بماذا تعد أبو فيصل؟ الجمهور الهلالي ينتظر، يعني أنت تعرف جمهور متعود على البطولات، متعود على الصفقات، أمامك مهمة الله يعينك عليها. ايش تقول الجمهور الهلالي وايش توعدهم؟ أعد الجمهور أننا سنعمل بصدق وبأمانة متناهية في أن نسعد هذا الجمهور العريض، وكل نتاج العمل الذي سنؤديه ونقدمه هو جزء بسيط من محبتهم وتقديرهم وثقتهم، ونتطلع بأمر الله إلى كل ما يسعدهم ويرضيهم. نعم أبو فيصل، في نهاية الحديث اسمح لي أشكرك جزيل الشكر لتقبل الدعوة. أنت واجهة مشرقة للشباب السعودي، أنت إنسان مثقف من نجاح إلى نجاح بإذن الله. رعاكم الله. شكرا أبو فيصل.